لسانك انك خرقتي القانون. هيبه الدوله ماشي بخرق القانون، هيبه الدوله اللي داز كيدوز واللي ما دازش ما تيدوز. حنا دابا تنتسائلوا واش ولدك ضمن داك 400 اللي زدتي، وبغينا نعرفوا شكون اللي عطاك الحق انك تنزل وتطلع واحد 400. شكون هذا 400؟ وكاينه شبهات حول الاسماء. اذا هيبه الدوله نحافظوا على الامن والاستقرار ديالها. هيبه الدوله اننا ننفذوا ونطبقوا التعليمات ديالنا على السلطه في البلاد. ملك البلاد وفق خطب الملكيه، وفق خطب الموجهه في افتتاح البرلمان، هذه هي هيبه الدوله. ما عداها ما نمكنلكش تقول ان هيبه الدوله واننا اللي هو غيوقع له مشكل غادي يجي يقول لنا الاضراب. حنا تنقولوا حنا امام وضع استثنائي. انت صرحتي انك خرقتي القانون، الامتحان يجب ان يعاد لانك قلتي خرقتي القانون. هذا ماشي امتحان قانوني، حنا تنتحملوا المسؤوليه ديالنا. انت صرحتي امتحان ماشي قانوني بلغه القانون، بلغه اي مهنه بغيتي نهضروا فيها. هذا امتحان انت قلتي ماشي قانوني. وجميع المؤسسات البلاد اذا كان هو تيروج شي خطاب فجميع مؤسسات البلاد بما فيها المجالس التي تعنى بحقوق الانسان، بما فيها الحكومه اللي هو عضو فيها، بما فيها البرلمان، جميع مؤسسات البلاد خاصها تستمع لهاد الوليدات هادو وتعقد معاهم اللقاءات ونفتحوا التحقيق اللي هما سبق لهم عن طريق الاستاذ تقدموا بشكايه خصوصه، لاننا ما يمكن ليناش نواصلوا في مباراه غير قانونيه. هناك شبهه. وكيفاش هذا الوزير هذا غادي يقبل على ان مجموعه الاشخاص غادي يدوزوا الشفوي وتمنح لهم الاليه وهم في وضع الشبهه 400 مزيوده؟ شنو السند القانوني ديالها؟ بقرار منه. إذا جحتي ما هو تحت المعدات غادي ينجح كل شيء. القانون يؤخذ كله أو يترك كله، لا مجال للتجزئة. هيبة الدولة نعاودو نرجعوا لها، ماشي ولد كان السيد الوزير ينجح وهادو يسقطوا. هيبة الدولة نحافظوا على الأرواح. راه سبق لي قلتها، قضية ريان. حنا راه ما تندخلوش باش نعتقوا الأرواح، أو الناس دابا مهددين بالموت. كل نهار تيطيح واحد، كل نهار سيارة الإسعاف كتجي تهز واحد من هاد الشباب. فينكم الجمعيات النسائية؟ راه فيهم عناصر نسائية. فينكم الجمعيات الحقوقية؟ حنا هنا كنتسائلوا فينكم الأحزاب؟ 36 حزب ولا 8 ولا 40 حزب. لكل ذي حق حقه. تنحيوك الاستاذ الكريم على الحضور، وهذا اذا تمثيل ديال الحزب ديالكم كمحامي وتمثيل ديال الحزب بطبيعه الحال. وهذا موقف ونصفقوا عليه. الحركه الشعبيه نصفقوا عليه. اذا تنحيو الحزب اللي زاركم فيدراليات، حزب الاشتراكي الموحد، تنحيو حزب الحركه الشعبيه فيه شخص الممثل ديالها الاستاذ الكريم حاتم بكار اللي مضياش. وهذه دعوه الجمعيه الغريبه حقوق وجميع الفعاليات الحقوقيه اللي عبرت على التضامن ديالها. ولكن ما عاد هذه الفعاليات اين هما الاحزاب الاحزاب المشكله المشهد الحزبي السياسي؟ اين هو بن كيران صاحب التقاعد ديال 7 المليون؟ اولاد المغاربه كيموتوا السي بن كيران فين انت؟ خرجتي مؤخرا تتهضر على قيم الاسلام. قيم الاسلام تتقول لك اعتقوا الروح، المراه دخلت للجنه حيت عتقات الروح في قطه. فين انت؟ احنا على مقروبه من المسكن ديالك وتتوفر على الراتب ديال 7 المليون. فين كطالبين العالمي رئيس مجلس النواب اللي تقول 2500 درهم تعطيها محسوبه ولا ما عطاوكش يضربوك بالحجر؟ شنو غدير مع هاد الناس اللي هو البرلمان المدافع الاول على الحقوق والحريات والمدافع الاول اللي خاصو يتولى النيابه على هاد الناس هادو؟ لو كان البرلمان وكان الاجهزه ديال الدوله تقوم بالواجبات ديالها ما كناش حنا كنظن انا غادي يكون هناك نشاط حقوقي. كانوا هاد الناس غادي يتمتعوا بالضمانات القانونيه وما كناش غادي نضطروا انهم يخوضوا اضراب ديال الطعام اللي تتهدد الارواح ديالهم. وكنعاود نجدد الدعوه للسي وهبي انه يرجع لجاده الصواب
في العجله الندامه. هذا الامتحان الذي انت تسارع الزمن راه خاصك تضرب له 1000 حسبه، لان ما تتعرفش الامور كيفاش غادي تنتهي. اذا زقت شي روح غادي سيصبح الامتحان المشؤوم، وها هما يتساقطون. هذا الصباح هذا راه شكون اللي عمل شي مازال في المستشفى. يعني الناس، الارواح ديال الناس ما زالت معلقه ما بين الحياه والموت، امعاء فارغه. اللي غادي نقولوه باش ما نطولوش، تنتمناو ان رجعوا لهذا المصطلح ديال هيبه الدوله، راه هو في ضمان الحقوق وسياده العداله وهو فصل السلط، بمعنى ان كل سلطه تقوم بالمهام ديالها. ماشي حيت هو وزير حنا غنغلبوا الوزن، شخص الوزير على شخص المواطن. هو الوزير في خدمه المواطن كما هي اجهزه الدوله كلها في خدمه المواطنين. ونفتح انا تنظن انني قلت الكلمه ديالي اللي ما يمكنش نزيد نطول عليها باش نفتحوا المجال لجميع الاخوه والاخوات باش يعبروا على. شكرا استاذ الكريم على هذا الموقف النبيل اللي عبرتي عليه. هو جد هامه، انا غادي نقدر نقول لكم ندوز على جد هامه نظرا للسياق وللمنعطف الذي اصبحت تتخذه هذه القضايا اللي هي من القضايا المصيريه اللي تعرفها ولات المملكه المغربيه المتعلقه بهذه الضحايا ديال امتحان مباراه المحاماه. فانتم الاخوان الصحفيين تقدروا تلاحظوا ان واحد العديد ديال الوجوه اللي كانت تتكلم وتتحضر لهذه الندوات هذه هي حاليا غائبه، ما استطاعتش تحضر. حنا كمواطنين مغاربه كحقوقيين كنشطاء، انا محامي يعني عندي واحد البعد حقوقي اللي تيقيس شي مساله كتهم المغاربه لابد اننا نتفاعلوا معها وحلت تقاسينا حنا بها. الجميع غادي يقدر يتساءل فينا هو ناصر، فينا هو كريم، واحد المجموعه ديال الاخوان عبد الرحيم، لائحه طويله. غادي نقدروا تسالوا اين هم، علاش ما استطاعوش يحضروا. هذا يعني تحت للاسف ما انتبه لها، ولكن هذا هو النداء اللي غادي نقدر انا نوجهه كناشط حقوقي وسياسي يعني كمواطن مغربي في اطار مبادئ الانسانيه اللي غنوجهها لهذا السيد وزير العدل المسمى بوهبي. انا كنقول لك السي وهبي بركه من هذا العناد وعمل على حل المشكل اللي انت خلقتيه، لاننا حنا دابا كما واحد الجهه كتصور اننا لا ما يمكنناش نعاودوا المباراه وهيبه الدوله والامتحان وحنا مقبلين. حنا كنجاوبوك السي وهبي، هيبه الدوله هي انك تحترم الدستور ديال المملكه المغربيه. هيبه الدوله هي انك تحرص على سياده القانون. هيبه الدوله هي ان جميع المواطنين والمواطنات نساء ورجال شباب وشيب يحسوا بالمساواة فيما بينهم. ما كاينش الفرق ما بين ولد الوزير وولد المواطن العادي. ثم كتلاحظوا انه في التصريحات ديالو منين سالته الصحافه قال لكم ولدو عنده جوج اجازات ومخرج من جامعه مونريال بكندا، وولدو راه ناجح، وهو تيصرح على ان العدد اللي كان يعني داز في المباراه الشفوي الكتابيه كان 800 وشحال؟ 800. اذا به بقدره القادر تيتحول ل 1200 وشي حاجه. اذا هاد الناس هادو اللي تزادوا بغينا نعرفوا السيد الوزير باش تحمل المسؤوليه ديالك ونعرفوا هاد هيبه الدوله كيفاش غنحرصوا عليها. واش غنحاسبوك انت ولا غنحافظوك على هاد المباراه هذه اللي انت كتخرج وكتقول ان بعظمه